مجلس الوزراء السعودي يقرر السماح لطلاب الجامعات والكليات اختيار النظام الدراسي المفضل. تعيد مواعيد الفصول الدراسية ونظام التقويم الدراسي أمورا حيوية في مجال التعليم، حيث تحدد الخطط الدراسية وتنظيم عملية التعليم والتعليم، ولذلك تهتم الحكومة ومجالس الوزراء بضبط هذه الأمور واتخاذ القرارات المناسبة بهدف تحقيق تنظيم فعال للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب والتقينا والمهنة والمدارس الأجنبية الخاصة. ومن خلال هذا المقال سنتناول قرار مجلس الوزراء بشأن التقويم الدراسي واختيار نظام الفصول الدراسية. وأعلن مجلس الوزراء عن توجيهات المتعلقة بتحديد التقويم الدراسي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب والتقانة والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة. ووفقا لهذه التوجيهات يتم منح الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحرية في اختيار نظام الفصول الدراسية الذي يتم اعتماده لديها، ويتعين على المؤسسة التعليمية أن تلتزم ببداية ونهاية العام الدراسي والأجازات الوطنية وأجازة الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها. ومن الجدير بالذكر أنه يجوز للمؤسسة التعليمية تعديل التقويم الدراسي بشرط الالتزام بالتواريخ.